أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه يجلس في حلقة مع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما هو جالس إذ بشابين يقبلان من بعيد يجران بينهما أعرابيا يجرانه بتلابيبه. رفع رأسه عمر ورفع الناس رؤوسهم، فإذا بالمشهد الغريب والمنظر العجيب. سأل عمر الشابين: ما لكما وللرجل؟ قال: يا أمير المؤمنين، إن هذا الرجل قد قتل أبانا ونحن نريد القصاص. التفت عمر إلى الأعرابي وقال: أحقا قتلت أباهم؟ قال: نعم. قال عمر رضي الله عنه: ولم يا أخ العرب؟ قال: يا أمير المؤمنين، إن أباهم قد دخل بجمله أرضي فزجرته فلم ينزجر، فرميته بحجر كبير فتلغ رأسه فمات. قال عمر رضي الله عنه: القصاص، النفس بالنفس. قال الأعرابي: يا أمير المؤمنين، إن كنت لا بد فاعلا فإنني أستأذنك ليلتين أو ثلاثة لأذهب إلى عيالي في الصحراء فأنظر في أمرهم وأخبرهم بقتلي وأكفلهم رجلا بعدي، والله لا عائل لهم بعد الله غيري. قال عمر رضي الله عنه: ومن يكفلك يا أخ العرب؟ نظر الأعرابي في وجوه الصحابة نظرة المستجدي، رؤية المستعطي، عل أحدا منهم أن ينبري للكفالة، فسكت الصحابة جميعا. أعاد عليه السؤال مرة ثانية: يا أخ العرب، من يكفلك؟ نظر الأعرابي في وجوه الصحابة نظرة ثانية، عل أحدا منهم أن ينبري، ورأى عمر رضي الله عنه في وجه الأعرابي الهم والغم فرحمه. والتفت عمر إلى الشابين وقال لهما: أتعفوان عنه لوجه الله؟ أتعفوان عنه لوجه الله؟ قالا: لا، من قتل أبانا يقتل. قال عمر: القصاص، من يكفلك يا هذا؟ فنظر الأعرابي ثالثة في وجوه الصحابة، إذ بأسد من آساد الصحابة يقوم بين الناس، وهو أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه، وهو يقول: أنا أكفله يا أمير المؤمنين. قال عمر: عجبا، أو تعرف الرجل يا أبا ذر؟ قال: لا. قال: ولما كفلته؟ أولا تعلم أنك تكفل في قتل؟ قال: نعم، كفلته يا أمير المؤمنين لما رأيت في وجهه الصدق وعلمت أنه لن يكذب إن شاء الله. قال عمر: يا أبا ذر، أتظن أنه لو لم يأتي بعد ثلاث أني تاركك؟ قال: كفلته يا أمير المؤمنين وأمري إلى الله عز وجل. قال عمر للأعرابي: يا أخ العرب، لك ليلتين أو ثلاثة قبل غروب الشمس من اليوم الثالث موعدك هنا في ساحة المدينة لينفذ حد الله. ذهب الأعرابي، تفرق الناس، مضى اليوم الأول، فاليوم الثاني، فاليوم الثالث. بعد صلاة العصر رسول أمير المؤمنين عمر ينادي في شوارع المدينة: الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. فيحضر الناس، ويحضر عمر، ويحضر الشابان، ويحضر أبو ذر، وتجتمع الخصوم
إلا أن الأعرابي لم يأتي. ويقف أبو ذر الغفاري في ساحة العدل والقضاء أمام عمر رضي الله عنه وأمام الناس. ينظر عمر إلى الشمس تكاد أن تتوارى بالحجاب، يكاد قرصها أن يغيب، فيسأل عمر أبا ذر: يا أبا ذر أين الرجل؟ قال: لا علم لي. قال عمر: يا أبا ذر كفلت الرجل فأين هو الآن؟ قال أبو ذر: الله تعالى أعلم. سكت الناس ووجمت الوجوه وأطبقت عليها الكآبة والحزن رأفة ورحمة بأبي ذر رضي الله عنه. وسقط قرص الشمس في مغيبه ولم يبق إلا طرفه، فإذا بصارخ يصرخ من على جبل من جبال المدينة: ها أنا ذا يا أمير المؤمنين، ها أنا ذا يا أمير المؤمنين. فترتفع أعناق الصحابة، فإذا به الأعرابي رضي الله عنه، فيكبر عمر ويكبر الصحابة، وترتج أرض المدينة تكبيرا. ويأتي الأعرابي بنفس يلهث مسرعا إلى مهلكه، إلى مقتله، فينظر إليه عمر نظرة الإعجاب والإكبار ويقول له: يا أخ العرب، ما الذي جاء بك؟ ما الذي جاء بك؟ أما إنك لو بقيت في باديتك وفي صحرائك وعند عيالك والله ما درينا عنك ولا بحثنا عنك. قال الأعرابي: والله ما علي من عمر وما علي من الناس، ولكن علي من الذي يعلم السر وأخفى. علي من الذي يعلم السر وأخفى. جئتك يا أمير المؤمنين وقد تركت عيالي كفراخ الطير في الصحراء، لا شجر ولا ماء، وجئت لينفذ في حد الله. فتحدرت الدموع على لحية عمر وتأثر الناس. والتفت عمر إلى الشابين وقال لهما: أبعد هذا تعفوان عنه لوجه الله؟ قال: عفونا عنه لوجه الله.